زي ما قلت لكم يا بنات ان انا هجيب لكم الكبات اللي انا عملت فيها والمولدات والحاجات دي، هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها كلها بالدقيق بكله زي ما انتم شايفين كده. المولدات دي كانت تبع الشوكولاته، الاشكال اللي انتم شفتوها في الفيديو، وده برضو مولد للشوكولاته بتحطي على الفورمه بعد ما بتخلص، وده برضو مولد شوكولاته. الثلاث مولدات دول هم اللي انا استعملتهم. طبعا كان مش مغسول لان انا كنت لسه شاريه الحاجه وخايفه حاجه تتنطر وعايزه اصورها لكم. وهنا دي كانت حاجات الميني تارت اللي الكبات اللي هحط فيها. دي بقى اشكال ممكن للكحك ممكن للصابلي زي ما انت عايزه يعني. تمام. ودي ما كانت بيتي فور، بس ما انصحكوش تشتروها خالص، الامواس بتاعتها بتتكسر بسرعه. ممكن تشتروها وتجيبوا امواس تانية متينة لو بتتباع يعني. هنا ده كانت ريحه الحليب وريحه الفانيليا والسمنه البلدي. وهنا ده صوص لوتس، دي كريمه خفق، دي الخامات اللي استخدمتها. صوص بيستاشيو، وهبقى اقول لكم الاسعار برضو. وديت مربى فراوله، وده دقيق طبعا. ودي كنافه كنت عايزه اعمل شوكولاته دبي. وهنا الزبده، واول ما اعملها هنزلها لكم برضو. وهنا ده عسل جلوكوز بيخش في وصفات كتيره، شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا وسكر بودره، وطبعا مكسرات مشكله، بس انا كنت كميه اكبر من كده يعني. وده زر ورد محمدي، وده ملبن، وده روايح كحك، وده سمنه. الحاجات دي خاصه بالكحك يعني. دي زبده اسمها حلوبه. وحاجات اللي هتشوفوها دي هقول لكم اسعارها في فيديو تاني. يا رب تكونوا استفدتوا، دي حاجات معياريه. ويا رب تكونوا استفدتوا مني. يا ريت لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.